صحيت من نومي متأخر، ما بقيتش عارفة اعمل ايه، محتارة. طب يا ترى ايه الاكل السريع اللي الحق اعمله قبل اذان المغرب؟ ده احنا في رمضان مفيش وقت. تعالوا كده النهارده نشوف انا عملت ايه. صينية وراك بالبصل، بس حاجة كده ما بتاخدش في ايدك تقريبا، يعني نص ساعة بتكوني مخلصاها وتبقى دخلت الفرن وتبقي قربتي خلاص تخلصي. تعالي نشوف عملناها ازاي، سهلة وسريعة وحلوة جدا. اول حاجة عملتها طبعا ان انا جبت الفراخ بتاعتي غسلتها كويس جدا، وبدأت ان انا احطها في دقيق وليمون. ده اول حاجة بعملها عشان تطلع كل الزفارة. انا هنا بوريكم انه شايفين الحتة اللي جوه دي اللي بيقولوا عليها فيها كبدة، دي يا جماعة مش كبدة. دي اول حاجة بنعملها ان احنا بنطلعها اللي بتبقى مليانة زفارة. وساعات نعمل الحاجة ونقول الشوربة الزفرة قوي اللي بتبقى سبب من اسباب زفارة الفراخ. بحطها الاول في دقيق وليمون زي ما انتوا شفتوها، بعد كده ببتدي انا اطلعها احطها برضو في خل وملح واشطفها، وابقى كده خلصت كله تمام. جبت بقى كمية من البصل زي ما انتوا شفتوا كده، حوالي تقريبا 6 بصلات او 7 بصلات. ما تستكتروش الكمية لان بصراحة الصينية دي يعني بصل، هي اساس الوصفة بتاعتي. قطعت البصل كده وولعت عليه، وهنا بقى الفراخ بتاعتي بعد ما شطفتها كويس جدا بدأت كده ان انا ارش عليها رشة من الفلفل الاسود بسيطة ورشة من الملح، وسبتها تتبل كده مع نفسها شوية. البصل بقى بتاعي هنا انا كنت خلاص ولعت عليه، هبتدي ان انا انزل بالزيت بتاعي بقى عليه. وحطيت نص قرن فلفل اللي انا وريته لكم الحراق. حابين تستغنوا عنه براحتكم، لو مش حابين تبقى فيها سنه من السبايسي. وهبتدي بقى ان انا اشوح البصله بتاعتي لحد ما تدبل معايا. هبتدي ان انا افضل اقلب فيها على نار متوسطه لحد ما تبقوا شايفينها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. يعني يا دوبك دبلانه، مش ان انا هحمرها كده خلاص. اول ما توصل معايا لمرحله الدبلان هبتدي ان انا بقى انزل بالفراخ بتاعتي، اديها صدمه كده وتشويحه الاول قبل ما اعمل اي حاجه. طبعا قبل ما احط الفراخ هتبل بس البصله بتاعتي عشان يبقى ليها طعم، الفلفل الاسود وملح ولورا، ولا اكتر ولا اقل. توابلها مفيش اصلا توابل، هو شويه الفلفل الاسود واللورا، وبكده تمام جدا معايا. هفضل بقى ان انا اقلب بس كده البصله مع التوابل دي عشان بس تطعم معايا، وبعد كده هنزل بالفراخ بتاعتي ابتدي ان انا اشوحها. وبصراحة احلى حاجة في الوصفة دي قد بساطتها وقد ايه هي بسيطة، مش بتحتاج لبهارات ولا حاجات كتيرة، ولكن طعمها تحفة جدا. طبعا تقدري تشكلي في الفلفل لو حابة فلفل الوان، اي حاجة تانية تحطيها تمام. وهبتدي كده زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتي او الوراك، هبتدي ان انا الاول اديها صدمه على الوش بتاعها بحيث انها تاخد لون معايا. وبعد كده هبتدي ان انا اقلبها، بس اول ما تاخد وش الاول بسيبها كده بس الاول دقيقتين على الوش ده لحد ما الاقي تمام، وبعد كده اقلبها على الوش التاني. وبعد كده هكون حاطه ميه في الكاتل بتاعي ومسخناها عقبال ما الفراخ بتاعتي تاخد وش. عشان خاطر هبتدي ان انا ازودها لازم تكون ميه سخنه، ما ينفعش نزود ميه من الحنفيه عاديه. انا كده خلاص الفراخ بتاعتي بتتشوح زي ما انتم شايفين بالشكل ده، والميه بتغلي معايا. طبعا الوصفه دي انا كنت دقتها عند حبيبه قلبي اخت جوزي، كانت عاملاها لنا في مره في عزومه، بصراحه عجبتني جدا. وكنت شفتها وهي بتعملها، ومن ساعتها بصراحه اعتمدتها. انا اي حاجه لما اكون بعزومه عند حد او حاجه وبتعجبني طعم الحاجه بحب التجربه جدا. فانتوا جربوا ان شاء الله هتعجبكم بامر الله. واطفالكم بالذات هيحبوها جدا لو انتوا عندكم اطفال. والبصله دي بتتاكل بقى بالعيش جنب شويه سواء مكرونه شويه رز. انا كنت عاملاها بصراحه جنب شويه مكرونه سباكيتي. هنا بقى كده خلاص خدت الفراخ معايا صدمه من الوشين. هبتدي بقى ان انا ازود كوبايه كبيره من الميه. وما تقلقيش الميه دي كلها بتختفي لان احنا كده كده لسه هندخلها على الفرن تاخد بقيه سواها. انا بسيبها على النار الاول اول 10 دقايق كده تغلي غلوتين على البوتاجاز. وبكون هنا مسخنه الفرن بتاعي كويس عقبال ما تاخد الغلوتين بتاعتي. بعد كده ببتدي ان انا هنا خلاص هنقلها لمرحله الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره في الفرن من تحت. هسيبها بقى تاخد غلوتها لحد ما الاقي الميه بتاعتها اللي انا حطاها دي تبتدي بقى انها تتقل معايا. كده كده الميه دي زي ما قلت لكم عقبال ما بتختفي وبتخلص بتكون بدأت الفراخ بتاعتي تدخل في السوا. زي ما انتوا شايفينها دي كده في الفرن اهو في الفرن من تحت. هسيبها تقريبا نص ساعة، وبعد كده هطلعها على الشواية من فوق تاخد وش ولون حلو كده. يعني الموضوع كله انا بادئه في الاكل كانت الساعه 4، خلصت كمان بدري عن ميعاد الفطار.
بنص ساعة أو أكتر كمان. كمان سخنت الأكل قبل ما أحط قبل يعني سخنت تاني الصينية قبل ما أحط الأكل على الفطار. يعني سهلة سريعة بسيطة، مش محتاجة شغل كتير، الموضوع أبسط من البساطة. كده خلاص هتاخد الوش بتاعها واطلعها، وبألف هنا وشفا جربوها، واكيد اكيد يفرق معايا كومنتاتكم وتقولوا لي ارائكم. شايفين اللون التحفة ده؟ ما تديهاش لون اكتر من كده، كده حلو جدا وجاهزة على الاكل. يلا بينا نغرف بقى اكلنا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وعملنا جنبهم كده شوية بتنجان مخلل وشوية المكرونة. جربوها وقولوا رأيكم في الكومنتات. اسيبكم في رعاية الله، مع الف سلامة. كان معاكم هبة السيد.